كاين واحد التخصص اللي واخا تكون اختاريتي تقرا اي تخصص كيف ما كان خاصك ضروري ديرو وراه. تخصص مربح جدا وغيأثر عليك وعلى جيل على قدو. انا شخصيا الا طول لي ربي في العمر مستحيل نفلتو. تزاد عليه الطلب مؤخرا بزاف، خاصه من مور ما شفنا هادشي اللي واقع في العالم وكلشي مربع يديه وما قادر يدير والو، وهو اي تخصص عنده علاقه بالشريعه والدراسات الاسلاميه. حاليا حنا في امس الحاجه بحال هاد التخصصات، محتاجين نتفقهوا في الدين ونفقهوا ولادنا، حيت الافكار الغربيه دخلت علينا بواحد الشكل خطير، تفقدنا هويتنا كمسلمين ولاو متحكمين فينا كيف ما بغاو. واعرف ما حدك متفقه في دينك غتكون متقرب لله اكثر، وما حدك قريب الله فراه قريب للنجاح مهما كان التخصص او الوظيفه اللي داير. كاينين جوج مسالك تقدر ديرهم في لافا، مسلك الشريعه او مسلك الدراسات الاسلاميه. الفرق هو ان الاول كتقرا فيه الشريعه الاسلاميه مع القانون، والثاني كتخصص فقط في الدراسات الاسلاميه. كنتي بغيتي دير ورا الباك مباشره قولها ليا وانا غنخلي لك الافاق ديالو، والا كيف ما قلت مهما كان تخصصك فراه كمسلم ضروري تكون متفقه في دينك، وهكا غتربح دنياك واخرتك.